سلام، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا فرحانين بصحة جيدة. اليوم الجزء الثاني والتتمة ديال الفيديو السابق، كيفاش تكتسبي الثقة بالنفس وتقوي شخصيتك. اول خطوة خاصك تعتمديها في حياتك اليومية وخاصك تولفي عليها هي توجهي لنفسك الهضرة اللي كتعجبك تسمعيها، ديك الهضره الزوينه ودوك لي كومبليمون اللي كنتسناو من الناس يقولوهم لينا باش يطلع ليا المورال. انا لا غنبدا نقولهم راسي. مثلا انا فاش كيكون عندي شي موعد مهم سواء عاطفي او لا عملي وكنكون ستريسي، كنكون واعيه بداك ستريس، عارفه غادي ياثر لي على البيرفورمانس ديالي في هذيك الجلسه او لا في هذاك الميتين، وانا بغيت نبان واثقه من راسي، ما بغيتش نبان متوتره. اش كندير؟ كنشكر راسي، غنوقف قدام المرايه او لا بلا مرايه، غنتغزل وغادي نمدح راسي. كوني على يقين ملي كتهضري مع راسك بهاد الطريقه وكتمدحي راسك ملي كتكوني في شي موقف صعب او لا تكوني متوتره، هنا فين غتبان قوه الشخصيه ديالك. بلا ما تحسي غتبدا تبان وغتبدا تخرج هاديك لا كونفيونس اون سوا، وهذه قوه الشخصيه غتبدا تبرز افورس. غتبداي تشكري في راسك. خاصك تعرفي باللي قوه الشخصيه والثقه بالنفس هي امور نفسيه، يعني المصدر ديالها نفسك، فعافاك قدريها وتهلاي فيها، وبالدارجه ديالنا كبري براسك. الخطوة أو التمرين التالي إلا تدربتي عليه واحد الشهر غادي تولي عندك واحد الشخصية وثقة بالنفس اللي عالية بزاف، وهو بكل بساطة نفدي كتر ما تفكري. أنا أعطيك مثلا فكرت أنني نبدا نتريني، إلا بغيت ما غنفكرش فيها 2 المرات، غنوض غنبدل حوايجي، غنلبس حوايج سبور، غادي نتريني في الدار في لاصال ما كيهمش، غندير دي زيكزارسيس اللي هما بساط. الهدف من هذا التمرين هو انك تبداي تطبقي كتر ما تفكري. خاصك تعرفي ان عقلك كيستمد ثقتك بنفسك ويقوي شخصيتك من خلال تصرفاتك. مثال اخر، عجبني واحد شخص معين وفكرت بغيت نبدا نهضر معاه، غنوض نهضر معاه، غنصيفط ميساج، المهم غندير الخطوه الاولى. خاصك توفي بالوعود اللي كتوعدي بها لنفسك، لان هاد الحاجه الا تدربتي عليها غتخليك تايقه في راسك وما باقيش غتحسي بشي حاجه سميتها تردد. وخاصك تعرفي باللي التردد هو مقبرة الفرص، تقدري تضيعي بزاف ديال لي شانس وبزاف ديال الفرص اللي تقدر تكون نقطة تحول في حياتك بسبب انك ترددتي. داكشي علاش بغيتك تدربي انك تنفدي في البلاصة كتر ما تفكري. قلتي غادي تمشي تخرجي لهاد البلاصة، خرجي. بغيتي تريني، نوضي. خاصك تولفي من اليوم انك تلتزمي بالكلام ديالك تجاه نفسك. كل ما التزمتي كل ما لقيتي ان معدل قوة شخصيتك ومعدل الثقة كيطلع بشوي بشوي، حيت غتكوني وصلتي لمرحلة ان عقلك ولا كيثق فيك. دابا غندوزو الجزء الثاني من الفيديو، واللي هو بعد ما تدربت على الثقة بالنفس بيني وبين راسي كيفاش نطبق هذه الثقة في معاملتي مع الناس. واول واذكى حيلة خاصك تردي ليها البال ملي تكوني مع شي حد وسورتو شي شخص اللي مهم بالنسبة ليك وبغيتي تبان شخصيتك قوية، ملي غتكوني جالسة معاه بينك وبين راسك غتقولي ان هذا الشخص منبهر بيا، كيحماق عليا. بقاي ترددي فيها في عقلك، هاد لا بيرسون كتبغيني، كيتسطى عليا، انا متاكده وعلى يقين كيحماق عليا وبغاني نكون معاه. قولي سميتو وبقاي تعاودي بحال هاد الجمل في عقلك، ما تقوليهاش بلسانك بيان سور. اش غيطرا هنا؟ بلا ما تحسي
انت كتدربي عقلك اللاواعي على انك تباني واثقه براسك قدام هذا الشخص، وغتلقاي راسك فعلا بديتي كتيقي الهضره اللي كتقوليها مع راسك، وفي نفس اللحظه هذا الشيء غينعكس على شخصيتك، غتبان قوتك قدامه، حيت بهذا التمرين غتحيدي داك الستريس ديال بغيت نبهر هذا الشخص، وغتباني مرتاحه وغتعاملي معاه على انه شخص مضمون. وهذه من اكثر الحيل اللي كنطبقها انا في حياتي اليوميه، وما يمكنش البنات شحال نفعني. الخطوه او النصيحه الاخيره في هذا الفيديو، واللي حتى هي خاصك تردي ليها البال الا بغيتي تكوني كاريزماتيك، هي ملي تكوني كتهضري مع الناس حاولي قد ما قدرتي انك تخلي المشاعر ديالك اباغ. يعني ماشي اللي لقيتيه واللي غتهضري معاه غادي تبداي تعاودي ليه وتوصفي ليه المشاعر ديالك، وهي كي تشكي او لا تعبري على السعاده ديالك بطريقه اوفر، يعني فوق من القياس. حاولي ما تبينيش هذا الجانب من شخصيتك سورتو في البدايات، خليك غامضه. بالعكس في هذه المرحله اللي خاصك ديري هو تسمعي المشاعر الاخر باش تقدري تعرفيه وتاناليزيه، تعرفي باش كيحس وفاش كيفكر. حركه صغيره واخا بسيطه ولكن التاثير ديالها فعال، غادي تخلي الشخص اللي معاك ياخد عليك واحد الانطباع انك عندك واحد الشخصيه قويه ومستمعه جيده كتستوعبي الهضره، وهذا الشيء غادي يخلي الحوار ديس وغادي يخلي شخصيتك وحضورك طاغي في الجلسه. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى تطبقوا هاد الخطوات وينفعوكم، حيث انا متاكده غادي ينفعوكم الا طبقتوهم دارساهم ومجرباهم وعارفه علاش كنهضر. ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات جداد في خطوات جداد وفي مواضيع جديده. ما تنساوش تشجعوني بطريقتكم، لايكس، سبسكرايب اللي بغيتو. خليتكم على خير ونتلاقاو في فيديو جديد.